السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وأكلمكم النهاردة عن الراقصة بيبة عز الدين التي دفعت يوسف وهبي لإدمان المخدرات والإفلاس. بيبة عز الدين من أصول لبنانية، ولدت في 7 أكتوبر عام 1916. اسمها الحقيقي فاطمة هانم عز الدين. اكتشفتها بديعة مصبني وطلبت منها الحضور إلى مصر للعمل معها كراقصة في الكازينو الذي تمتلك بديعة. وبالفعل عملت بيبة في كازينو بديعة حتى صارت أشهر راقصات الكازينو بعد أن ذاع صيتها. ونافست بديعة مصبني وقامت بافتتاح صالة في شارع عماد الدين لتجذب الأنظار إليه ويجتمع حولها نجوم الفن والسياسة وأثرياء البلد. واتجهت إنظار المنتجين السينمائيين إليها بعد أن حققت شهرة كبيرة من خلال الرقص ودخلت عالم السينما، لكنها لم تحقق النجاح الذي حققته كراقصة، فرصيدها الفني بلغ حوالي 9 أفلام فقط. برغم حياة بيبة عز الدين القصيرة، لكنها لم تخلو أبدا من المغامرات. تزوجت مرة واحدة من ألفريد أنطوان عيسى وهو ابن أخت بديعة مصبني، واستطاعت بعد أن هربت بديعة مصبني إلى لبنان بسبب الضرائب التي أن تشتري كازينو بديعة، وقامت باستقدام شقيقتين لها من لبنان هما عديلة وشوشو، وقدما معا عروضا راقصة. وكان أيضا لها مغامرة مع الفنان يوسف وهبي، فقد سلبته عقله وقام بالإنفاق عليها حتى أفلس تماما وأدمن المخدرات. ووصل الحال بيوسف وهبي بعد إفلاسه أن قام شقيقه بتخصيص مبلغ 160 قرش يوميا لينفق منها يوسف وهبي على زوجته وبيته. رحلت بيبة عز الدين في عز شبابها في حادث سير مدبر عن طريق الخطأ في 5 فبراير عام 52 عن عمر ناهز 36 عام. ففي أثناء عودتها من إحدى الحفلات التي كانت تحييها بالإسكندرية انقلبت سيارتها ولقيت مصرعها في مكان الحادث، لكنها لم تكن هي المقصودة في تلك الحادثة. فنظرا لتشابه سيارتها مع سيارة السياسي عزيز فهمي من حيث اللون والماركة، وعزيز فهمي كان معارض وفدي، ومما عزز هذا الاحتمال هو وفاة عزيز فهمي بعدها بأسبوع بنفس سيناريو وفاة بيبة عز الدين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.